9 فنانين أبناء فنانين في رمضان، فهل ابن الوز عوام ولا الواسطة ليها رأي تاني؟ ملك زاهر، ملك وليلى زاهر هما بنات الفنان أحمد زاهر، واللي أعماله بتتكلم عنه من أول مسلسل الحياة والسراب، الولد الشقي أخو منال اللي ربنا هيهديه، لحد فتحي البرنس اللي وعرش ربنا كان بيخوفنا بنظرة عيونه. المهم إن ملك دخلت العالم التمثيلي من بدري، من وهي لسه في الابتدائي، وحققت نجاح كبير في فيلم عمر وسلمى. ولكن في فترة من الفترات ملك اختفت جدا ووزنها زاد بدرجة كبيرة، لحد ما قدرت إنها ترجع لرشاقتها من جديد وتقتحم عالم الفن، بس المرة دي وهي شابة. في الأول ملك رجعت لجمهورها من خلال دور صغير في مسلسل لؤلؤ كانت طالعة فيه بنت أحمد زاهر من نجلاء بدر، واللي ما كانش معترف بيها. وبعد كده بدأت فرصتها تكبر ودخلت فيلم فارس، اللي هو بالمناسبة بطولة باباها أحمد زاهر. ده كله بقى حصل قبل دورها الجديد في مسلسل محارب مع باباها برضه أحمد زاهر. نور النبوي، نور من أول ظهور ليه وهو قدر يخطف اهتمام وحب كل الجماهير اللي تابعت الأعمال اللي ظهر فيها. في الأول تم اتهامه إن والده اللي هو الفنان خالد النبوي هو اللي زقه عشان يقدر يدخل لعالم التمثيل ويسيب بصمات فيه، ولكن الحقيقة إنه ظهر في أكتر من لقاء وقال إنه دخل التمثيل من غير واسطة، وإنه وقع في حبه من أيام ما كان بيدرس بره مصر. نور نجح جدا لما قدم مسلسل راجعين يا هوا مع خالد النبوي، وساعتها الانتقادات ما سابتهوش في حاله، وقال بس هو بابا اللي أخده معاه المسلسل، ابنه برضه ومش حابب يشوف نفسه في حاجة وما يحققهاش ليه. ولكن نور بيخوض التجربة لتاني مرة السنة دي من خلال مسلسل إمبراطورية ميم. تتوقع إيه؟ هل هيقدر يحققوا نجاح كبير زي راجعين يا هوا، ولا هي خبطة العمر بتيجي مرة واحدة؟ مريم أشرف زكي، مريم هي بنت الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، واللي هو بالمناسبة أخو الفنانة ماجدة زكي، وبنت الفنانة روجينا، أيوة زي ما سمعت كده، فدوى يا عمري. المهم إن مريم كانت صرحت بحبها الكبير لعالم الفن وقربها منه، أصلها اتربت جوه عيلة فنية في المقام الأول، باباها برضه نقيب الممثلين، عشان كده قررت إنها تشارك في العالم ده ببصماتها، فشقت طريقها بمسلسل ستهم السنة اللي فاتت مع مامتها روجينا، والسنة دي في مسلسل سر إله مع مامتها برضه. فهل يا ترى دي صدفة ولا الواسطة بتعمل حظ؟ منى زاهر، منى هي أخت الفنانة ملك وليلى زاهر وبنت أحمد زاهر، بنوتة صغيرة، طبيعي إنها تكون ممثلة وشاطرة في السن ده، خصوصا إنها عايشة داخل عينة فنية. هي هتطل على جمهورها من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، هي البنت الصغيرة المفترى والمجد. بس هل يا ترى منى هتكون نسخة من أداء أختها ليلى زاهر لأنها بتحبها قوي حسب تصريحاتها قبل كده، ولا هتكون شخصيتها الخاصة بيها؟ وده اللي هنعرفه من خلال الحلقات الجاية من المسلسل. عمر رياض، عمر هو ابن الفنان محمد رياض، ودي مش المرة الأولى اللي يمثل فيها، فشارك قبل كده في مسلسل الحلم مع الفنانة صابرين، ولكنه في رمضان السنة دي بيشارك في مسلسل قلع البحر مع باباه محمد رياض وسوسن بدر. ليلى أحمد زاهر، ليلى وعيلتها نقدر نقول إنهم أصحاب الحظ الأكبر من دراما رمضان السنة دي، اللهم لا حسد يعني. ملك مع باباها في مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، ومنى بدور البنت الصغيرة الشقية في مسلسل إمبراطورية ميم مع خالد النبوي. أما بقى ليلى فهي بطلة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة ومشاركة سلمى أبو ضيف بدور مختلف تماما. نسمة كاريزما هي فعلا غيرت جلدها لما قررت تطل علينا بدور مختلف عن اللي اتعودنا عليه من ليلى، فهي فعلا بتقدم طريقة كلام مختلفة جدا عن شخصيتها. أحمد كمال أبو ريا، أحمد هو ابن الفنان كمال أبو ريا، وتقريبا وقع في حب الفن بسبب موهبة باباه اللي جمهوره كان شاهد عليها طول مسيرته الفنية. المهم إن أحمد قرر إنه يطل على جمهوره من خلال مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، عشان يقدر يثبت نفسه ويكمل مسيرة مامته الفنانة ماجدة زكي ووالده الفنان كمال أبو ريا، ويرفع راس خاله الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. شادي هاني رمزي، شادي هو ابن الفنان هاني رمزي ملك الكوميديا صاحب أجمل البسامات في مشوار حياتنا. قرر السنة دي إنه يقتحم عالم التمثيل ويطل على جمهوره من خلال مسلسل بدون مقابل بطولة والده هاني رمزي والفنانة داليا البحيري. يوسف حمادة هلال، يوسف هو ابن الفنان حمادة هلال، وشارك والده في مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، وظهر اندماجه الكبير في الكواليس مع باباه أثناء التحضير للمسلسل. وبعد ما حكيت لكم عن أشهر الفنانين أبناء الفنانين في دراما رمضان 2024، يا ترى مين أكتر واحد يستحق إنه يدخل مجال التمثيل؟ كنت معاكم أروى سامح من فانز كلاب، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب وتكتبوا رأيكم في الكومنتس تحت.